انا عايز اقول لك ان احتمال كبير جدا انت او حد من اهلك، او لو انت متجوز ومخلف يبقى حد من اولادك، تكونوا بتلعبوا قمار على الموبايلات وانتم مش عارفين. كملوا معايا لغايه الاخر عشان تعرفوا ايه هي ابلكيشنز القمار دي وايه القمار اللي بيتلعب عليها، وخدوا بالكم لحسن واحد منكم او اولادكم او اخواتكم او من اصحابكم اللي بتحبوهم يكون بيلعب قمار وهو مش عارف، ودي مصيبه كبيره جدا 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 وحلت علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. قال يعني احنا كنا ناقصين. في الفتره الاخيره انتشروا بشكل كبير جدا ما بين الشباب ابلكيشنز قمار، والابلكيشنز دي اتدحلبت ودخلت من مجال الكوره اللي ناس كتير بتحبه، بل ان منهم بعض الابلكيشنز، واللي بالمناسبه انا مش هقول اسامي ابلكيشنز خالص عشان في بعض ضعاف النفوس اللي ممكن يخشوا يعملوا سيرش عليها ويلعبوا عليها، وان كان حتى لو ده حصل انا ما عليهاش ذنب، الذنب عليك لانك لو عرفت الحكم ورحت عملتها. وانا مالي يا سيدي، مالي الوحيد اني احبك في الله ولا احب لك شيء ياخد بطريقك للنار والعياذ بالله. فدخلت الابلكيشن دي من اتجاه كرة القدم، الا وهي مراهنات الماتشات. ماتش ما بين مانشستر سيتي وليفربول، توقع النتيجة وتوقع الاهداف، ويا سلام لو هتتوقع كمان سيناريو المباراه، وكل ما كانت توقعاتك اقرب للحقيقه كل ما بتكسب مكاسب خياليه. هتقول لي يا امير بس الموضوع اكيد معقد. هقول لك يا حبيبي، مره ميدو لعيب الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضيه كان يتكلم عن الموضوع ده، انه لقى في ايد ابنه 2000 جنيه فبيساله يا حبيبي انت جبتهم منين؟ طلع من الموقع ده. المهم اكتشفت من يومين كده عن طريق يعني ايه ولاد صغيره انهم بيلعبوا بالافات الالافات. الله تعالى يا ابني، انتوا بتلعبوا ازاي القصه دي؟ بيلعبوا بالافات. بس المشكله بقى الكبيره ان العيال دي عندهم 13 و14 سنه، ازاي بيخشوا يلعبوا على الموقع ده وبيلعبوا على الدوري المصري؟ محفظة الموقع تقدر تملاها بكل سهولة، ممكن بفودافون كاش، وتستلم مكاسبك بكل سهولة برضو ممكن عادي جدا من فودافون كاش. يعني أطفال ممكن يلعبوها ويكسبوا منها ويقدروا يملوا المحفظة ويسحبوا الفلوس. وللأسف احنا كباء وامهات في خلاط الحياه كتير مننا مش واخد باله ايه اللي بيجرى. وسط بقى شركات المراهنات دي انها بترعى انديه ودوريات، وبل ظهرت اعلاناتها في بعض المباريات اللي ليها علاقه باظن يا بطوله افريقيا يا بطوله الدوري المصري، مش فاكر الصراحه. بس الموضوع ما وقفش هنا، بل زاد القمار قمار بقى، انك يا باشا يلا بينا العاب، طياره هتنفجر في لحظه معينه ما يعرفهاش اللعيب، فلو عرفت توقفها قبل الانفجار بفتره قريبه تكسب كتير، بفتره بعيده هتكسب اقل، انفجرت خسرت. وفي مراهنات الكوره او في الالعاب انت بتحط فلوس الاول ويا كسبت يا راحت عليك. ولعبه كور مش عارف انت بتقعد تختار ما بينهم، فلو قدرت تتوقع الكوره دي جواها رقم كام فتكسب فلوس وهكذا. فبقى الموضوع مش بس مراهنات كره قدم ولكن كمان العاب مختلفه، وهو ده عين القمار يا اخواتي، انك تحط فلوس احتمال تخسرها واحتمال تكسب، والشيطان صايع خد بالك. فطبعا كل زبون من دول هيخش في الاول هيكسب شويه، ومش لازم بقى تحط مبلغ كبير، انت ممكن تحط مبلغ صغير تبدا تلعب بيه وتلاقي المبلغ الصغير ده بقى 1000 و2000 لان الابلكيشن قاري انك لسه مسجل فهيكسبك. مجرد ما الرجل جت واهلا وسهلا بيك، مرحبا في عالم ادمان القمار، تلاقي فلوسك كلها خسرت، تبدا تخش تعوض وهكذا وهكذا. ومش محتاج اقول لكم على الناس اللي خسرت فلوسها وعلى الناس اللي سرقت فلوس من اهاليها والناس اللي باعت حاجات من عندها، بل والناس اللي اقدمت على الانتحار. ولا حول ولا قوه الا بالله. القمار حرام بنص القرآن، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر، الميسر يعني القمار، والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر والميسر اجتمعوا سوا، مصيبه وحرام، وللاسف وقع فيه كتير من ولادنا وحتى الناس الكبار والله اللي ابتدى يغريهم المكسب السريع. وتعريف القمار زي ما قالوا شيخ الاسلام ابن تيميه، ان يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطره، هل يحصل له العوض او لا يحصل. فكره اني احط فلوس وانا احتمال اكسب واحتمال اخسرها، هو ده القمار. وكنا شغالين على الشباب نقول لهم يا جماعه اللي بيلعب على اللي يشيل حرام، حرام ان احنا نجمع فلوس واللي يكسب ياخدها، حرام ان الخسران بس هو اللي يدفع ثمن الملعب. والشيطان يوقفها على الكوره، لا دي هتبقى على موبايلات الناس وهيروج لها انفلونسر. يا سعاده الباشا الابلكيشنز دي بتدفع بالاف الدولارات لانفلونسرز عشان يتكلموا عنها ويروجوا ليها. الشيطان بيخاطب الناس بالاف الجنيهات مكسب من عشرات الجنيهات اللي هتحطها في الاول. ده انت يا باشا اول ما بتخش يديك رصيد مجاني تلعب بيه. سبحان الله، الشيطان يزين الاول وبعد كده يندم. وهتلاقي صاحبك او صاحبتك او واحد صاحب ولادكم قاعد جنبه بيلعب وبيكسب، يقول له بص انا كسبت قد ايه، طب يلا والله. واحيانا شياطين الانس يحط لك رصيد بايده من فلوسه عشان تبقى زيه. اجتنبوه زي ما ربنا قال. واللعبه هنا على 3 حاجات: على الجهل
انه كتير من المسلمين مش فاهم ان ده القمار المحرم، وعلى رغبه المال السريع والمكسب اللحظي، واللي بقى للاسف حلم ناس كتير لما اتعلقنا بالدنيا ونسينا الاخره. يا اللي فرحان بمكسب جاي سريع، هقول لك انت ما بتخسرش في القمار ده، انت مالك ياض. كل ما بتحط اختيار بتكسب، وكسبت منها مئات الالاف والملايين. حرام والله تخش بيهم النار تتعذب بيهم. تعلقوا بالاخره يا اخواتي، وخلوا مركز حركتكم هو الله ورضاه، مش هكسب كام وازاي. ورقم 3 اللعب على السسبنس. ما هو لو ما لعبناش اللي على اللي يشيل، اللعب بيبقى ملوش طعم ومش سخن كده. شيطان بيقنع بني ادم ازاي يخش النار عشان يبقى اللعب سخن. نفس الفكره، زهقنا من الالعاب اللي احنا بنلعبها، ما احنا قاعدين طول النهار بنعمل ايه؟ ما فيش شيء مفيد، لا مصحف بيتفتح ولا قيام ليل بيتعمل ولا حتى قراءه مفيده في اي مجال. لعب ليل ونهار، بالذات ولادنا وبناتنا الصغيرين ربنا يحفظهم ويحميهم. خدوا بالكم يا اخواتي، وخشوا دلوقتي شوفوا ولادكم عارفين ده ولا لا، وعملوا ده ولا لا، ووعوهم، ولو وقعوا فيه ساعدوهم يطلعوا منه. فاللعب زهق، نزود بقى اللعب شطه وفلفل. ازاي يا ترى هخسر فلوس ولا لا، او دوبامين يعلى ودنيا تروح في داهيه. فيا جماعه خدوا بالكم من شياطين الانس والجن والابلكيشنز. دلوقتي عشنا وشفنا الشيطان بقى حته حديد ليها شاشه تاتش وعندها عين واحده، على راي ياسر ممدوح. على راي والله حد شايف غيري انه مكتوب على وشه كافر، فخلي جهازك اللي في ايدك طريقك للجنه يا اخي. والحرام اللي احنا عايشين فيه كفايه، مش ناقصين زياده تودينا النار والعياذ بالله. فقاطعوا الابلكيشنز دي، وخلي ولادكم يعرفوا انكم عارفين، وعرفوهم يعني ايه الحاجات دي، وانها موجوده، وانه اللي يدعوهم ليها ده حرام يودي النار. ودعوه الى من في يده الامر، يا وزاره الاتصالات ولا ما اعرفش مين الوزاره المعنيه، والله ما نشيلوهم هنا. ما نمنع الابلكيشنز دي، ما نوقفها، ما نحفظ ولادنا منها. احنا ناقصين مصايب. اللهم لا حول ولا قوه الا بك، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. تمام. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي، لايك الفيديو، لايك صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، ومنشن الناس اللي انت عارف انهم وقعوا في حاجه زي كده. قول لهم حرام واتقوا الله، وعرف اللي ما يعرفش ان ده حرام فما يعملش. اما للدعم، فلو انت من داخل مصر تقدر تستخدم في بي ان، او من خارج مصر تقدر تدعمني على باتريون. الطرق الثانيه للدعم تقدر تدعمنا على اليوتيوب من خلال ان انت تعمل جوين للقناه او تسيب لنا سوبر ثانكس. انا بحبكم في الله. تابعوني على هاشتاج اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس الساعه 7 بالليل فيديو جديد. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.